I will run you through. أندرو تيت ملك الإنترنت الذي جلب الانتباه إليه بكلامه التحفيزي. إليك في هذه القائمة أفضل 5 أفلام بالنسبة لأندرو تيت. He stands for one thing and one thing only, himself. نبدأ هذه القائمة بفيلم داركست آور الذي يروي قصة نيستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني السابق خلال الحرب العالمية الثانية. وبما أن أندرو تيت ترعرع في بريطانيا ويقتبس كثيرا من نيستون تشرشل ويعشقه، فقد أحب هذا الفيلم الذي صدر عام 2017 والذي يصور الأيام الأولى لنيستون كرئيس وزراء لبريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية في مواجهته للضغوط السياسية الشديدة والغزو النازي الذي يلوح في الأفق. ووجب على تشرشل أن يقرر ما إذا كان سيتفاوض على السلام أو يحشد الأمة للقتال. يسلط أيضا هذا الفيلم الضوء على أسلوب قيادة تشرشل وبلاغته والتحديات التي واجهها في كسب تأييد زملائه السياسيين والمتشككين، وهو تقريبا أسلوب أندرو تيت. فيلم داركست آور فترة حاسمة لعبت فيها قرارات تشرشل دورا محوريا في تشكيل مسار الحرب. فيلم داركست آور فيلم جميل جدا يروي فترة حاسمة لعبت فيها قرارات تشرشل دورا محوريا في تشكيل مسار الحرب العالمية الثانية. Victory! There can be no survival! Welcome to Paris. This summer, Carter and Lee are back. Let's split up. I'll take the win. روش آور. العديد منا يعرف سلسلة الأفلام الشهيرة روش آور، لكنك لا تعرف أن الأخوات تيت يحبون كثيرا هذه السلسلة. والطريف في الأمر أنه عندما كانا في السجن معا وضعوا لهما أجهزة تصنت، وكان الأخوان يسردان أحداث فيلم روش آور 2 حول عصابة هونغ كونغ، والمفتش لي الذي يلعب دوره جاكي تشان، وجيمس كارتر الذي يلعب دوره كريس كارتر، دون ذكر اسم الفيلم. ولسذاجة المحققين قاموا باستجواب الأخوان تيت حول شخصية الفيلم. What we were doing is describing the plot of Rush Hour 2. We're describing Rush Hour. Good old Chris. They're in the case files. Ricky Tan, Carter, Lee, all of it. المهم، نعود إلى سلسلة روش آور. سأقدم لك قصة الفيلم الأول وبدون حرق بالطبع. تدور أحداثه حول المحقق كارتر من شرطة لوس أنجلوس والمحقق لي من هونغ كونغ، وهما ثنائي غير متوقع يتعاونان معا لإنقاذ ابنة دبلوماسي صيني مختطفة. الفيلم رائع جدا وبه الكثير من الأكشن ومزيج من الفكاهة بين الشرق والغرب بين بطليه المختلف الثقافة، واللذان قدما سلسلة أفلام دخلت التاريخ. On August 10th, prepare for their finest hour. You go this way, and I'll go that way. My name's Bond. James Bond. سلسلة جيمس بوند. أندرو تيت مغرم كثيرا بشخصية جيمس بوند، ويرى تشابها كبيرا في شخصيته بشخصية العميل 007، وهو ما حقق له النجاح المالي اليوم. I watched the last Bond movie, spoiler alert. I watched the last Bond movie and I saw them kill him off. And when I watched that, I was like, man, that's me. That's my whole life. The finesse. كما أن أخاه تريستيان تيت يريد لعب دور جيمس بوند الذي سيكون من إخراج كريستوفر نولان، وقد كتب له تريستيان تويت حول ذلك: أنا أحب كثيرا أفلام جيمس بوند، والعميل المفضل لي هو دانيال كريغ، كما أتمنى أن يكون جيمس بوند القادم إما هنري كافيل أو إدريس إلبا. Hello, my name's Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you. فورست جامب. تحدث أندرو تيت كثيرا على هذا الفيلم الذي تعلم منه الكثير، وقال أن المشهد الافتتاحي مثير للاهتمام، فالريشة التي كانت تتبعها الكاميرا ترمز إلى الحياة التي تدفع فورست إلى مواقف غير متوقعة وتعلمنا ألا نكون تحت رحمة الظروف، وبدلا من ذلك كن الشخص الذي يبحر في رياح الحياة بهدف واتجاه معين. هذا ما قاله أندرو تيت بعد مشاهدته فورست جامب. وإن كنت لا تعرف قصة هذا الفيلم فهو يروي قصة رجل بسيط ذو معدل ذكاء منخفض، أما قصة حياته فهي غير عادية بالمرة.
بالمرة، حيث أثر دون قصد على أحداث تاريخية مهمة. يعكس الفيلم قوة القدر والتأثير غير المتوقع الذي يمكن أن يحدثه شخص واحد على العالم، وهو ما يمكنك أنت فعله من موقعك. Like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. You know what the coolest scene in any movie is? The best scene in any movie ever, officially, from Top G, is Enter the Dragon. وضعت في المرتبة الأولى فيلم بروسلي Enter the Dragon. تيت يحب كثيرا أفلام بروسلي، وذلك للفنون القتالية المتوفرة بالفيلم، خاصة وأن أندرو تيت كان بطلا عالميا سابقا للكيك بوكسينج، وحتى عندما تحول إلى رجل أعمال استلهم الكثير من شخصية بروسلي في هذا الفيلم، وهو ما تحدث عنه مرة في فيديو قائلا أن بهذا الفيلم أفضل مشهد في تاريخ الأفلام، وهو المشهد الذي يتم محاصرة بروسلي فيه من قبل عصابة كبيرة وكان وحيدا. أراد بروسلي الهروب والركض من الباب لكن الباب أغلق، وهنا لم يحاول بروسلي فتح الباب أو تكسيره كي لا يتعب، بل جلس بثبات مركزا على ما سيفعله بهذه العصابة وكيف سيهزمهم. كان هذا درسا مهما لأندرو تيت وحتى لنا أيضا كي نواجه مشاكلنا عندما تأتي لنا وجها لوجه. You have offended my family and you have offended the Shaolin Temple. أتمنى أن كنت استمتعت بهذه القائمة. إن كنت تريد مني أن أقدم لك أفضل أفلام لشخصية معينة اكتب اسمها أسفل الفيديو، وإن وصلت إلى هذه اللحظة اكتب لي كلمة تم كي أشكرك بنفسي. شكرا جزيلا لك على دعمك الدائم، ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.